يا صباح الفل ويا صباح الهنا. صباحكم راحة وصباحكم جبران خاطر وصباحكم كده أبيض زي قلبكم. بجد أنا مبسوطة قوي قوي قوي. ازاي انزل فيديو واقول فيه ان انا كنت تعبانة والاقي كم من الناس اللي بتحبني والناس اللي بتدعيلي بالشفا. يعني بجد بجد ما توقعتش كل الكومنتات دي، والناس اللي بتقولي انا بقيت بحب فيديوهاتك قوي وبقيت بحب وصفاتك وبستنى الفيديو بتاعك. بجد يا جماعة والله العظيم انتوا فرحتوا قلبي. انا يمكن حاجة بسيطة اقدر اقدمها لكم، وهي ان انا ادعي لكم الدعوة الحلوة دي، ويا رب دعوتي دي تكون من حظ ونصيب كل اللي بيتفرج على الفيديو وكل اللي بيسمعني. اللهم اكتب لها يا رب السعادة والراحة في كل أمور حياتها يا رب العالمين. اللهم زود حياتها نور، واجعلها يا رب مليانة بالحب والخير. اللهم يا رب وفر لها السعادة في كل أمور حياتها يا رب العالمين. اللهم سهل عليها الحصول على الرزق دون شقاء أو تعب. اللهم يا رب ارزقها السعة في الرزق وراحة البال يا رب العالمين. قبل بس ما ابدا الفيديو حابه انبه واقول حاجه بسيطه جدا. يا جماعه انا مش مسؤوله عن اي حد هياخد الوصفه بتاعه الزبده دي ويعمل بيها بقى مشروع او يبيعها او يعمل اي حاجه. انا عامله الوصفه دي عشان ست البيت البسيطة تقدر تعمل الزبدة في البيت من غير ما يضحك عليها من الشركات الكبيرة. وكلنا عارفين الشركات المنتشرة على النت اللي بتبيع السمنه البلدي وتقولك دي سمنه فلاحي صافي. انا بقى جبت لكم السر من ست بسيطه، بس يعني زي ما قلت لكم ايه، ادي العيش لخبازه في الزبده. قالت لي بقى على كل التركات اللي بتتعمل، وقالت لي خليهم يدعوا لي دعوه حلوه من قلبهم. يلا بقى بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في الوصفه على طول. اول حاجه بقى معايا هنا كوبايه من اللبن، لبن سايب. اهم حاجه ان اللبن بتاعك يكون من عند لبان محترم. هنا يا جماعه انا بقول لكم ان انا بحبكم قوي 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 قوي. تمام. سيبكم مني انا دلوقتي على جنب، خليني على جنب، خلينا في الوصفه. معايا كوباية من اللبن السايب. تمام كده، بس يكون من عند لبان موثوق منه وانت بتجيبيه وما بيغشش في اللبن. حلو كده، ويكون لبن جمسي، يعني يستحسن انه يكون لبن جمسي. تمام. عاوزه الكوبايه بتاعه اللبن حتى لو فيها قشطه ما عنديش اي مشكله. تمام. وعايزه كمان كوبايه من السمنه النباتي، روابي بقى كريستال اللي انت عاوزاه. طب انا مش حابه السمنه النباتي وحابه ان يكون مثلا زبده، مفيش اي مشكله، اعملي نفس الخطوات اللي انا بعملها. طب مش حابه لا زبده ولا حابه سمنه، ممكن احط مكانها آه، نفس الكوبايه اخد شويه كده من السمنه البلدي وهتشوفي الكميه اللي هتطلع معاكي قد ايه. تمام. انت كده هتضاعفي الكميه بتاعه السمنه اللي بتتباع او بيغشوها وبيبيعوها يا جماعه في السوق بسعر قليل. في سمنه دلوقتي عامله 220 وعامله 150، وفي السوق كده بيبيعوها وبيسموها سمنه المزارع. عايزه اقول لكم ان انتوا بيضحك عليكم جامد جدا جدا جدا. انا برضو كنت زيكم وكنت بجيب السمنه واقول ما شاء الله دي رخيصه، وكنت بلاقيها مغشوشه من جوه واللي فيها بطاطس واللي مليانه زي شوائب كده غريبه انا مش فاهماها. فالست الله يبارك لها يا رب، الله يبارك لها ويجعله في ميزان حسناتها، هي اللي قالت لي على الوصفه دي وقالت لي اعمليها في البيت ووفري بيها. وانا بقولها، قلت لها طب انت بتقولها لي ازاي وانت المفروض ان انت بتبيعيها؟ عاوزه اقول لكم انها فضلت تدعي لي وقالت لي انت وشك فيه القبول والخير، ويا ستي خليهم هم يدعوا لي دعوه حلوه. عشان هي تعبانه جدا وكده، يعني مش عايزه اخش في تفاصيل. فيا جماعه كل اللي يعمل الخطوه دي او الوصفه دي فيدعي لها يا جماعه ربنا يديها الصحه ويرزقها يا رب. تمام. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا حطيت كوبايه السمنه النباتي عليها كوبايه لبن. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هحط بالظبط معلقه كبيره من الخل، طبعا هي دي معلقه صغيره، فانا حطيت بالظبط في الكبه معلقتين. فانتي حطي على كل كوبايه لبن او كوبايه سمنه هحط معلقه بتاعه الاكل كده من الخل، ويستحسن ان السمنه تكون ازيد شويه من اللبن عشان تربط معاكي بسرعه. طب بعد كده بقى هعمل ايه؟ هحط كده شويه من الملح، حاجه بسيطه يعني، ربع معلقه كده من الملح. ونسيت اقول لكم على حاجه، ان السمنه تكون عادي موجوده بره بدرجه حراره الغرفه، واللبن اللي هو يكون مطلعاه على طول من التلاجة. تمام. هبدا بقى اضربه كده في الكب، بصوا شايفين بدا ان هو يعمل سمنه ازاي؟ اضربوا بقى الكلام ده كله كده مع بعضه ولحد ما تحسي ان هو عمل كده سمنه معاكي. بصوا، بصوا شايفين؟ واحده واحده، بصوا ما شاء الله اللهم بارك.
انا عايزه بس اجيب لكم كده معلقه واوريكم. استنوا عليا. ما جبتش معلقه المره دي للاسف بقى، فهنكمل بقيه الخطوه عادي. معايا هنا كوبايه من الزيت، ويكون زيت عندك يكون نوعه حلو جدا، ينفع مع الزبده دي، يكون زيت نظيف من الاخر. احنا هناخد من الزيت ده على قد المقدار ده كوبايه واحده بس. تمام. وهننزل بقى الزيت يا جماعه، ما ننزلش بيه على طول، الزيت هننزل بيه سرسوب سرسوب. يعني انا نزلت كده الزيت وشويه، وهفتح تاني واحط زيت سرسوب يا جماعه من الزيت، واحدة واحدة اهو، واحدة واحدة اهو بس. ونستنى شوية ونضرب، وهكذا لحد ما يظبط معانا القوام. هو ده بقى القوام المظبوط اللي انا عاوزاكي تطلعيه. للعلم يا جماعة، اللبن لازم يكون ساقع من التلاجة، والسمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة عادي. ممكن كمان نحطها في التلاجة شوية وبعد كده نطلعها، كده كده الجو ساقعة، فأنا عاوزاها ما تكونش سايحة قوي، تكون زي ما شفتوها كده في اول الفيديو، يا دوبك انا بس مطلعاها من التلاجة قعدت شويه، وبعد كده بقى بدات ان انا اعمل الخطوه اللي انا هعملها معاكم دي. طيب انا عملت ايه بقى؟ الحاجه التركيه اللي بدات اعملها بقى، او حبيت ان انا اجود كده واضيف تركايه كده من عندي، وطبعا هقول لكم للحلول ليها انا عملت ايه. انا المفروض ان انا كنت هستخدم كوبايتين سمنه وكوبايتين لبن، فانا خليت في الكوبايه التانية نصها كده سمنه نباتي عادي ونصها قشطه. انا كنت كل ما اجيب لبن من عند اللبان كنت لازم اشيل القشطه بتاعته، فحوشت كده طبق حلو، فقلت الله، طب ما انا ممكن استخدمه في السمنه ويبقى حلو جدا. في نفس الوقت انا مش عايزه كميه حاجات مهدرجه ان انا بقى احط السمنه نباتي تاني اهدرجها على النار ومش عارفه ايه، لا، فانا حطيت القشطه كده. ممكن نعمل ايه؟ ملكوش دعوه بيا، انا بحب لو هتقولوا ان المرته بتبقى بقى باينه في القشطه وكده ومش عارفه، لا، انا بحب المرته في القشطه. فانت ممكن تعملي ايه؟ ممكن ان انت تسيحي القشطه بتاعتك دي على النار لحد ما تسيح كلها، وطبعا تفصليها عن المرتة وتحطيها مكان السمنة عادي جدا. عاوزة تحطي نص من دي ونص من القشطة المتسيحة، مفيش مشكلة، زي ما تحبي اعملي، فبراحتكم اللي انتوا شايفينه صح اعملوه، مفيش مشكلة. فانا هنا عامل ايه؟ انا حطيت الكوبايه التانية، وقلت كده اضربها ضربه خفيفه، اللي هي نصها قشطه ونصها سمنه. ولو انت زي ما قلت لك حابه تسيحي القشطه بتاعتك وتحطيها مكان القشطه بتاعتي البيضه، تسيحيها خلاص، تبقى تحطيها على السمنه النباتي او السمنه البلدي زي ما تحبي. هنا بقى هنزل كده بشويه صغيرين من الزيت، يعني هنقول مثلا نص كوبايه من الزيت. تمام. وطبعا هكتفي بالدسامه اللي في القشطه كتيره قوي، مش هضيف زيت كتير يعني عشان ما تكونش الدنيا مدهننه قوي. فهضيف كده شويه صغيرين من الزيت، هو حبه 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 من الزيت، وهضرب بقى بالكبه. هنا بقى انا هعمل ايه؟ الخطوه دي برضو لو انت حابه خلاص يعني توصلي للمرحله دي، خلاص مفيش مشكله. انا كنت حابه ان انا اضيف شويه كده برضو نص كوبايه من اللبن عليها، عشان القوام بتاعي يكون زياده. وفي نفس الوقت برضو انا اللبن اللي انا جايباه لبن جمسي، فهيديني تطعيمه حلوه قوي 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 للسمنه. هضرب بقى كل الكلام ده وهوريكم بعد كده. معلش الكاميرا ما صورتش ان انا حطيت خل وحطيت شويه صغيرين جدا من الملح، وده القوام اللي احنا عاوزين نوصله. هوريها لكم دلوقتي بالمعلقه، واهم حاجه ان كميه السمنه تكون ازيد من كميه اللبن. بصوا بقى، ضربتها كده تاني ضربة خفيفة، وكده خلاص احنا وصلنا للقوام المطلوب. زي ما قلت لكم، اللبن يكون ساقع والسمنة تكون يعني حطها كده في التلاجة، تطلعيها قبل اللبن بشوية، وكوباية الزيت وشوية من الخل، وكمان عليهم حاجة بسيطة جدا من الملح. ملحوظة مهمة جدا لازم اقول لكم عليها، والست قالت لي عليها، فيعني لازم ناخد بالنا منها. قالت لي الزبدة دي لازم تتحط في التلاجة على طول، يعني تفضل محطوطة في التلاجة، ما تقوليش ان انا هحطها في اي صفيحة كده واحطها جنبي في المطبخ تتعمل اعمل بيها الاكل عادي، فده ما ينفعش. لازم تفضل محطوطة في التلاجة. اولا كده بعد ما خلاص بنخلصها بنحطها في الفريزر يوم كامل، بعد كده بنبدأ ننزلها التلاجة نستخدمها زي ما احنا عاوزين. بس مجرد ان انتي خلاص هتستخدميها يبقى هناخد على قدنا، هنعمل الطبخة او الاكلة اللي انتي عاوزاها وهندخلها تاني. في ناس بتبقى حابة إن هي تحط دهن. يا جماعة على فكرة السمنة دي تقدري تستخدميها في حلويات، في معجنات، في أي حاجة أنتِ تقدري تستخدميها، لإن هي ما شاء الله كمان محطوط فيها زيت، فهي يعني ميكس كده ما بين الزبدة والسمنة البلدي، فتقدري تعملي بيها كل حاجة أنتِ عاوزاها. هنا طبعًا بعد ما طلعت من الفريزر كده شوية، يعني بالضبط خدت معايا ساعة، ساعة ونُص. دي بعد ساعة ونُص بالضبط بعد ما طلعت من الفريزر، بصوا اللهم بارك عاملة إزاي، بصوا ما شاء الله عليها. أنا مش عاوزة يتضحك علينا تاني
في الناس اللي تقول لك السمنه دلوقتي تعالي خديها الكيلو عامل 250 و300 ويبيعوها لنا على اساس ان هي سمنه بلدي صافي، وهي يا جماعه مش سمنه بلدي صافي، هي بتكون خفيفه حتى لما بنيجي نعملها. بتكون فيها ريحه السمنه البلدي وكل حاجه، بس طبعا هما بيكونوا ضايفين كميه الزبده او السمنه النباتي بتكون عاليه جدا ومزودين كميه زيت اكتر واكتر. هنا بقى هاعمل إيه، هاجيب طبق كده وفيه شوية من المَيّة، لو عندِك تلج ما فيش مشكلة، هاجيب بقى فيه أحط فيه يعني إزازة كده متلجة، للأسف كان التلج عندي بعافية شوية، ف هابدأ بقى إن أنا أعمل إيه، هاكوّر بقى وإيديّا في المَيّة الساقعة، ما فيش مَيّة سخنة خالص، يعني إيديّا كده تحاول تضبط بقى ال الكوار بتاعتي، هاعمل بقى كل الكوار بتاعتي وهاوريكم من قريب كل حاجة. تمام، وأنا يا جماعة زي ما قُلت لكم أنا مش مسؤولة، أنا مش جاية يعني مش جاية أقول لكم إزاي تغشوا في السمنة، أنا جاية أقول لكم على طريقة اقتصادية تقدر سِت البيت تعملها وما يضحكش عليها من برّه. فما يجيش حد في الكومنتات يقول لي لأ أنتِ كده بتغشي في السمنة، يا جماعة هي الناس اللي بتغش في السمنة والمصانع والشركات الكبيرة مش مستنية الفيديو بتاعي عشان خاطر تغش في السمنة. فأنا زي ما قُلت لكم عملت كده حاجة بسيطة تقدر سِت البيت تعملها حتى قبل دخول رمضان، والله العظيم أنا عاملاها وباستخدمها في بيتي وفي الأكل بقى، في الحلويات، باعملها في كل حاجة. وزي ما قُلت لكم أنتم لو حابين إن أنتم ما تستخدموش السمنة النباتي، ممكن تستخدموا كوباية واحدة حتى من السمنة البلدي أو تعملوا ميكس مثلًا ما بين السمنة البلدي، نُص سمنة بلدي ونُص قشطة، طبعًا بعد ما تتسيّح، فهتكون أفضل وأفضل. هنا بقى بعد ما عملت كل كمية السمنة، وللأسف أنا ما عنديش ميزان وبإذن الله هاجيب ميزان، بس عايزة أقول لكم إن بالضبط من كوبايتين لبن ما شاء الله اللهم بارك، نعتبر إن هو نُص كيلو لبن، ما شاء الله إحنا عملنا كيلو أو كيلو وشوية من السمنة البلدي. فبُصّوا بقى، بُصّوا شكلها عامل إزاي، لا صفرا بقى ولا فيها الكلام ده كله، وعاوزة أقول لكم ريحتها وأنا باعملها خطيرة، خطيرة. القشطة فعلًا، فعلًا ضافت للسمنة النباتي يعني حلاوة. بُصّوا يا جماعة، بُصّوا الحلاوة. خطيرة، خطيرة بجد، حد يقدر يفرّقها بقى عن السمنة اللي بتتباع رخيصة دي، ها؟ ما حدش يقدر يفرّقها. عاوزة بقى تستخدميها كده كورة، كورة، فتقدري تحطيها كده في علبة وتدخّليها التلاجة. طيب أنا مش حابة استخدمها كده وحابة استخدمها تكون كريمية، أقدر إن أنا استخدمها بسرعة، فتعالي شوفي معايا الخطوة اللي جاية دي. هنا بقى هاجيب علبة كده، علبة الخضار بتاع التلاجة أو أي علبة موجودة عندنا، تمام، وحطيت فيها كده كيس بلاستيك وهابدأ بقى إن أنا أحط فيه الكور بتاعتي، فأنا ما حبيتش إن أنا أستخدمها ككور كده، حبيت إنها تكون كريمي، فهاوريكم برضو أنا عملت إيه. هنا بقى حبيت إن أنا أوريكم كده شكلها أقرب وأقرب عشان تشوفوا هي قد إيه كريمي، وفعلا فعلا ما أقدرش إن أنا أفرقها عن الزبدة بتاعت بره. يلا قومي اعمليها وما تخليش أي حد يضحك عليكي تاني. بصوا بقى شكلها فظيع. هنا بقى أنا سويت الكور كده بتاعة السمنة بتاعتي وخليتها كده لأ خلاص كلها حاجة واحدة عشان لما اجي اخد يعني بالمعلقة منها يعني فتكون سهلة عليا، وبرضو عشان المصداقية عشان أنا هتحاسب على اللي أنا بعمله ده، فلازم برضو أوريها لكم هي قد إيه كريمي. بصوا حلوة جدًا، 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 وبرضه زي ما قُلت لكم دي ما ينفعش تطلع من التلاجة، مجرد إن أنا هاعمل بيها الطبخة هاطلّعها من التلاجة، أعمل بيها الطبخة أحطها تاني في التلاجة. بُصّوا قد إيه أنا باحاول إن أنا أقرّب لكم المعلقة يا رب تضبط معايا. بُصّوا يعني أهي، بُصّوا شكلها عامل إزاي. هنا بقى وصلنا لأكتر لحظة أنا ما باحبهاش في الفيديو، وهي إن قعدتي معاكم تخلص، و القعدة الحلوة فعلًا ما بيتشبعش منها. فهنا كده خلاص الفيديو بتاعي خلص، وأتمنى إن الفيديو بتاعي يكون عجبِك، ولو الفيديو بتاعي عجبِك واستفدتِ منه حتى لو حاجة بسيطة، ما تنسيش تعليقِك، ما تنسيش اللايك بتاعِك اللي زي السكر، وتعليقِك اللي بجد بجد بيفرّح قلبي بشكل غير طبيعي. أنا عندي يا جماعة كمية متابعين وصحاب وبجد بجد حبايب قلبي فعلًا، واخواتي وأحلى حاجة عندي في الدنيا، فربنا يخليكم ليّا يا رب، ويديمكم ليّا نعمة كبيرة جدًا. وأسيبكم بقى في رعاية الله، ونتقابل في فيديو جديد بإذن الله. سلام عليكم.